ليه انت محتاج تبطل تسمع اغاني؟ اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها بمناسبة عودة الدراسة، وان اغلبنا ان ما كانش كلنا بيقضي ساعات كتير قوي من يومه في المواصلات والزحمة، وبيكون الحل قدامه ان يشغل وقته بانه يسمع حاجة، وناس كتير جدا بتضطر ان هي تسمع اغاني. فانا جاي دلوقتي اقول لك انت ليه محتاج تبطل تسمع اغاني، وبعدين هنروح لرحلتي الطويلة مع محاولة اني ابطل اغاني، وهل الموضوع نجح معايا ولا انا بقول اي كلام عشان اعمل الفيديو كده وخلاص. بص، في سببين، واحد دينيا وواحد منطقيا، وعلشان الناس المحنكة هنبدأ بالمنطقي الأول. ليه انت محتاج تبطل أغاني؟ لأن بكل بساطة يا صديقي الأغاني بتسيطر علينا. أيوة، جايز دي حاجة غريبة وأول مرة تسمعها، بس هي حقيقية. الأغاني والموسيقى بتسيطر علينا زي ما السوشيال ميديا بتسيطر على حياتنا وبتحدد التيار بتاعنا يكون ماشي ازاي. تعالى معايا هشرح لك أكتر الموضوع، بس الأول انزل بسرعة اعمل لايك وسبسكرايب لو بتتفرج على الفيديو ده من على يوتيوب، ولو بتتفرج من على فيسبوك ما تنساش لايك وشير وكومنت وانتوا فاهمين بقى. تعالى نبص كده على الكادر ده. شفت الكادر ده بالألوان دي؟ طيب بص تاني كده. اكيد انا وانت دلوقتي لاحظنا ان مشاعرك اتغيرت وانت بتشوف المشهدين دول. طب لو عملنا كده في الحالة الاخيرة دي، انت كده مفيش حاجة، مفيش مشتتات خارجية كان ليها دور في ان هي تكرر مشاعرك ناحية الحاجة اللي انت بتشوفها دي. بمعنى اصح مفيش حاجة بتأثر على مخك، انت بس مركز وبتبدأ تحلل الحاجة اللي انت بتشوفها من غير ما تكون في اي عوامل خارجية زي الميوزك او الالوان او الافكتس مؤثرة على طريقة تفكيرك. نفس الكلام ده بقى قيسوا على كل حاجة تانية. مثلا انت لو متضايق وقررت في الوقت ده انك تسمع حاجة حزينة، والدموع والالام والجراح والحلم اللي راح، نفسيتك هتزيد سوء مش هتقل. او حتى لو انت مهايبر جدا وخزان السعادة عندك فول تانك، اديني شوية بجد، اديني شوية انا واصدقائي اللي بنتفرج، احنا كلنا اخوات مع بعض. وفي وسط السعادة الزيادة جدا دي سمعت ميوزك عالية جدا وحاجة كده في منتهى دي تبان حاجة حلوة، وايه المشكلة يعني؟ ما احنا عايزين نفرح برضو. بس عارف ايه اللي بيحصل؟ بتقعد بعدها يومين خملان بتحاول تجيب الطاقة اللي اتهدرت دي كلها وتعوض هرمونات السعادة اللي عليت مرة واحدة وانت مش عارف ترجعها تاني لمعدلها الطبيعي. خليني برضو اوضح نقطة مهمة، الافراط او بين قوسين الزيادة من الشيء. لو افترضنا انك بتشرب كل يوم نسكافيه واكتر من كوباية في اليوم، وكل كوباية من 3 ل 4 معالق سكر، ساعتها بيكون احتمال انك تتصاب بمرض السكر اعلى من الناس الطبيعية التانيين اللي بيستهلكوا سكر بكميات معقولة. وليه ده بيحصل؟ لان انت كبني ادم مكتوب لك مقدار معين من كل حاجة في حياتك، وانت بقى اللي بتوزعه بمعرفتك، فلو استهلكت كله في فترة صغيرة مش هتلاقي بعد كده. وفي مثال تاني لتوضيح الفكرة اكتر، الترم الدراسي عند اغلبنا بيكون تقريبا 3 شهور، لان الشخص اللي حاطط المنهج عارف ان هو المفروض يخلص بمعدل طبيعي من المذاكرة خلال 3 شهور. بس انت بقى بتكدس كل اللي انت محتاج تذاكره وتعرفه في ال3 شهور دول في اقل فترة ممكنة. فاللي بيحصل انك بتخرج من الامتحانات بتكون هلكان نفسيا وجسديا ومحتاج على الاقل تنام يومين عشان ترجع تاني بني ادم طبيعي. خد بقى كل اللي احنا قلناه ده واعكسه على الاغاني. انت هنا بتستهلك حاجتين، تركيزك وحاسة السمع، اللي بالمناسبة مع كتر استخدامها بتتأثر جدا جدا، وخصوصا لو بحاجات مركزة زي البتاع دي او دي. اما بالنسبة لتركيزك في الوقت الفاضي اللي انت بتختار تسمع فيه اغاني علشان تسلي نفسك، مخك غالبا في الوقت ده بيكون مش شغال، فبالتالي انت بتقتل حتة الابداع جواك كبني ادم او للدقة بتقللها. نتكلم بقى عن الموضوع دينيا. اولا بدون الدخول في اي جدال، الموسيقى محرمة كده كده بكل انواعها، وفي احاديث واراء موثوقة هسيبها لكم تحت في الكومنتس لو حد عايز يسيرش اكتر عن الموضوع ويتاكد بنفسه. الكلام نفسه بقى، ما هي الاغاني موسيقى وكلمات، لو مفيد ومعرفش فين ممكن تلاقي حاجه زي كده، بس لو لقيتها فتمام. دي باختصار شديد الاحكام الدينيه للموضوع. بس لو فاكر ان هنا بس بتكون الازمه، فيا صديقي انت فعلا مش مدرك خطوره الموضوع. الاغاني بتاثر بشكل كبير جدا على حياتك الدينيه، وخصوصا ارتباطك بالقران. انت دايما بتكون في صراع، كل مره بتقرر تشغل فيها حاجه تسمعها هتختار ايه؟ هتختار البلاي ليست اللي لما بتسمعها بتديك احساس بالانبساط وان انت مفيش حاجة شاغلة دماغك، ولا هتختار تسمع القرآن؟
ولو انت ما كنتش متعود تسمعه مش هيديك نفس الاحساس اللي انا لسه قايله ده، لان من كلامي مع ناس كتير قوي وان انا بسمع تجاربهم وكمان تجربتي انا، الاتنين مش بيتجمعوا مع بعض في بني ادم واحد. حاجه منهم هتاخدك على جنب كده وتقولك تعالى بس كده هنا وافكس للتاني ده. رحلتي في اني ابطل اسمع اغاني، الموضوع كان متعب، لا بجد. لو فاكر ان الموضوع سهل فاكر الموضوع سهل، ده فاكر الموضوع سهل. اول مره اخدت القرار قعدت مع نفسي وقررت انه لا، انا محتاج ابطل اسمع اغاني. تاني يوم بعدها بفتره صغيره وانا قاعد مع نفسي ادركت انه هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ فجربت الموضوع تاني وظبطت لمده 7 أو 8 ايام. وده ساعتها كان بالنسبة لي فعلا إنجاز، والموضوع فضل يستمر معايا على كده. كل مرة وارجع تاني واقرر اني لا هبطل اسمع، والمدة اللي ببطل فيها بتكون اطول كل مرة عن اللي قبلها. واكيد الموضوع كان صعب، بل في بعض الاحيان كنت باخد القرار من هنا والتاني يوم الاقي حد بحب اسمع مثلا الاغاني اللي هو بينزلها راح منزل البوم جديد، اضرب دماغك في الحيط بقى. بس اللي ادركته اني محتاج افضل بحاول ابطل شوية واسمع شوية، وده بالنسبة لي احسن بكتير من اني استسلم للفكرة، لان حتى المحاولات دي مش بتروح في الارض وكل حاجة بتتحسب وباخد عليها حسنات لو نيتي فيها حقيقية. طيب دلوقتي انت خدت القرار وخلاص اهو هبطل، ايه البديل؟ صديقي ده في كتير قوي. بص، رقم 1 دور على شيخ تنبسط وانت بتسمع صوته، وممكن يكون كذا واحد مش شرط واحد بس، ودولت اكتر حاجات فعلا انا بحب اسمعها. تاني حاجة البودكاست، حقيقي مفوت على نفسك كنز. في بودكاست بتكون عن حاجات عامة او شخصيات معينة الشخص اللي بيعمل بودكاست ده بيستضيفها وبيقعدوا يتكلموا، زي مثلا بودكاست احمد ابو زيد او حازم الصديق. وفي بودكاست دينية زي وعي، وفي زي سلاسل كده ممكن تسمعها على بعضها. وبالنسبة لي اكتر واحدة حسيت ان هي فعلا فادتني منهم كانت لدكتور عبد الرحمن زاكر الهاشمي. لو انت كنت حد مهتم بالنفسية والنفس وازاي بنفكر وكل الحاجات دي هتنبسط قوي وانت بتسمع حلقات السلاسل دي. وفي برضو سلسلة احمد عامر بتاعت الصحابة. وفي فترة ما كنت حابب احسن الانجليش بتاعي، وفي نفس الوقت انا حد زي ما قلت لكم بيحب يرسم، فكنت بسمع بودكاست واحد بيتكلم انجليش وفي نفس الوقت بيتكلم عن الرسم، فضربت عصفورين بحجر. ممكن نعمل حاجة جامدة ونستغل الكومنتس تحت في ان انتوا تكتبوا بودكاست او حاجات سمعتوها وفادتكم جدا، وتكتبوا مثلا كانت مفيدة بالنسبة لكم في ايه. تالت حاجة الكتب المسموعة، انا فعلا جربت الموضوع ده فترة وكانت حقيقي ممتعة جدا، وخصوصا لو سمعت بطريقة القاء تشدك كده وانت بتسمع. وفي ابليكيشنز حلوة جدا للموضوع ده زي اقرأ لي وستوري تيل. الابليكيشن اللي انا جربته ساعتها كان اقرأ لي وكان فعلا لطيف قوي. ولو دورت اكتر هتلاقي حاجات كتير وهتخرج بره الزون الضيق جدا بتاع الاغاني. بالمناسبة الفيديو ده فكرة صديقي العزيز، فلو حد عنده افكار تانية ممكن يكتبها لي في الكومنتس او يبعتها لي على اكونت انستجرام. وبس كده، دي كانت نهاية الفيديو. لو بتشوفوه من على يوتيوب ما تنسوش سبسكرايب وزرار الجرس، ولو بتشوفوه من على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير. وبس كده، سلام.